كان خلاص بقى لي يومين قاعد على اعصابي، عمال اقول في حاجه غريبه، مالي متوتر ليه؟ ايه اللي تعبني كده؟ ايه اللي قلقني؟ افتكرت خلاص ان الفانتازي رجع، هرجع افكر في التشكيله من تاني، مين اللي هيجيب لي نقط ومين اللي مش هيجيب، مين اللي هيطلع بلانك، مين اللي هيخيب ظني فيه، مين اللي هيبقى مش متوقع له حاجه وابص الاقيه ضرب. قمت داخل فضلت اجرب في التشكيله كده، قلت الله ما نعمل وايلد كارد بقى، هو متاح الجولتين دول. قمت داخل وبدات اظبط. احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد. بس عارف قبل ما بدات اظبط يا حبيبي اخوك عملت ايه؟ عملت اشتراك ولايك في القناه وفعلت الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تعالى بقى اوريك انا عملت ايه. طبعا في الحراسه معانا الاسطوره وارد، مفيش كلام، سعره رخيص وبقى بيطلع كلين شيت، فانت محتاجه يكون عندك. محتاج مين معاه؟ ممكن تجيب كيبا من تشيلسي ونيك بوب من نيوكاسل، واحد في الاثنين، الجدول بتاعهم حلو وبيطلعوا بكلين وهتبقى محتاجهم معاك في التشكيله. في خيارات تانية بقى لو انت مش حابب حاجه غاليه في الجون، ممكن تجيب سانشيز او جوايتا، بس دول اقتراحاتي. يبقى معانا وارد ومعانا كيبا او نيك بوب. تخش في الدفاع لازم عمك تريبيري يكون معاك في التشكيله على طول، وتروح على دفاع ارسنال كده تجيب لي واحد منه، صليبا او جابريال مجعلص. انا بقترح صليبا لانه بيلعب على طول وسعره ارخص من جابريال كمان. هتجيب مين تاني في الدفاع؟ عندك بقى الرايس جيمس، الجدول بتاعه جميل جدا. عندك تياجو سيلفا، بس الرايس جيمس بيطلع ويعمل الاسيستات وبيجيب اجوان فلازم يكون معاك. دفاع الليفر ماتشاته حلوه، ممكن تجيب مين؟ فان دايك او روبرتسون. سيبك دلوقتي من مين؟ من الكسندر ارنولد، لسه بيشوفوا حد يشتري المساحات اللي في ظهره، مساحات كبيره برضه، فمحتاجين ايه؟ واحد تقيل كده يشتريها. الجدول بتاعهم حلو والماتشات حلوه ولسه طالعين من الكاس، يعني المعنويات زي الزفت. ما تقلقش، خليها عليك وهات حد منهم. طيب السيتي عنده ماتشين وبعد كده هيدخل في مانشستر يونايتد وتوتنهام، بس بصراحه انا بروح دايما لكانسيلو في السيتي او وولكر، واحد في الاثنين. كانسيلو مضمون دايما لانه بيعمل اسيستات كتير، فدايما هتلاقيه معاك بيجيب لك نقط. طلع بلانك جوله جولتين بس، معلش ايفان بريزيتش من توتنهام او اي حد من دفاع توتنهام هتجيبه 3 جولات بس، لان بعد كده يدخل في ماتشات تقيله. انت دلوقتي بتضحي، بتعمل وايلد كارد وعايز ايه؟ تظبط تشكيلتك، فلازم تظبطها كده، وبعد ال3 جولات دول ولا الجولتين دول هيبقى في جوله دبل تعرف تظبط فيها دنيتك. دول اللي انا بقترحهم في الدفاع وماتشاتهم حلوه. نيجي على نص الملعب. نص الملعب بقى ترجع تجيب ابن بلدك صلاح، عشان خلاص الماتشات هتبقى حلوه وهيرجع يهدف من تاني ويرجع يدخل في سباق الهدافين. هو طبعا بعيد عن هالاند بس يرجع ايه؟ يدخل في المنافسه. جبنا صلاح، نروح بقى على الميرون 5 و8، سعر في اللذيذ، واعلى واحد جايب نقط في نص الملعب، اجوان واسيستات، والواد رايق الموسم ده، لازم يكون عندك. السعر رخيص وهيلعب على طول وهيجيب لك على الاقل 5 6 نقط كل جوله. لو طلع بلانك ماليش دعوه، هي كده كده الخوازيق شغاله معانا طول الموسم وكل جوله، ما جاتش على الكلمتين بتوع اللي هيوقفوا الدنيا. طبعا مارتينيلي ما بيتشالش من التشكيله. طلعت مارتينيلي مثلا، انت واحد مش حابب مارتينيلي يا عم، هات اوديجارد، لازم واحد قدام من ارسنال. عندك بقى مارتينيلي، عندك اوديجارد، عندك ساكا. انا واحد من الناس ما بطلعش مارتينيلي. يا جابريال طب جبنا مارتينيلي او اوديجارد او ساكا حد من ارسنال. عندك الواد رودريجو بتاع ليدز، عنده السيتي الماتش ده، بعد كده ماتشاته حلوه والواد بيجيب من اول موسم وفايق، يبقى ممكن تجيبه وتركنه دكه الجوله دي والجوله اللي بعديها تبدا تلعبه، الدنيا تظبط معاه. ماديسون في ليستر سيتي نفس الكلام، عنده نيوكاسل وبعد كده الليفر، بعد كده الجدول هيبدا يظبط معاه، تبدا تدخل ماديسون معاك في التشكيله لو انت مش حابب تجيبه من دلوقتي، بس خيار يكون معاك متاح. طبعا هتجيب حد من مانشستر يونايتد يبقى راشفورد، خلي راشفورد معاك في التشكيله هيلعب. الواد سانشو ما بيلعبش ورونالدو مشي، ممكن بالونه برده بس بالونه سعره عالي. هو رجع يفوق شويه بس سعره عالي بصراحه، خليك في راشفورد اضمن. عندك اندرياس بيريرا بقى سعره رخيص، تجيبه تكمل بيه تشكيلتك من فولهام، او الواد ازي بتاع كريستال بالاس. وعندك زاها برده، الانتقالات هتفتح وزاها قبل الانتقالات بايه بتلاقيه فايق برده. لو انت عايز تنوع شويه ممكن فودن من مانشستر سيتي او ماونت من تشيلسي. ماونت الدنيا تبدا تظبط مع تشيلسي، هنشوف الفتره الجايه. انا بصراحه كان نفسي اقول لك هات دي بروين، بس خلاص التشكيله مش هتبقى فيها فلوس ان انت تسمح تجيب الكلام ده. لو عايزني اديك قرشين مش مشكله، خد لك 10 مليون من معايا يا عم واظبط بقى تشكيلتك، بس هيبقى دي بروين وصلاح وقدام هالاند وفي الدفاع كانسيلو ولا فان دايك. لا 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 لا، كده كتير كده كتير يا جماعه والله. نيجي بقى للهجوم. هالاند اساسي، هالاند و10 خشبات. اول واحد تختاره في اللعبه، اول ما تدخل كده وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تجيب هالاند، بعد كده تبص على باقي التشكيله عامله ازاي. انا في الهجوم بصراحه ما عنديش خيارات كتيره لان معظم اللعيبه لسه مش هتلعب ومش هتبقى عارف الفورمه بتاعتهم ايه، فانا برشح ايفان توني من برينتفورد والواد نيكيتياه من ارسنال. طبعا جابريال خيسوس مصاب 3 شهور، نيكيتياه هو اللي هيلعب والواد رجله حلوه على الجون وسعره رخيص، ممكن تجيبه ايه تشوف الدنيا فيها ايه لحد ما نشوف ويلسون ولا فاردي ولا هاري كين ولا الرجاله دول هيدخلوا في الفورمه بتاعتنا ولا لا. انا جبت لك ملخص الوايلد كارد بتاعك، عايزك تظبط تشكيلتك بقى وتيجي تحط لي تشكيلتك في الكومنتات قبل الديدلاين. ما تنساش تفعل الاشتراك والجرس وتدينا لايك يا عم حلو كده بصباع. سلام.